مني دخلتي لهذا الفيديو فانت باغي تولي ديك التلميذ اللي زوين اللي كيقرا مزيان اللي عنده ستيل واعر اللي كلشي كيبغيه. انا غادي نوريك دليل شامل كيفاش تولي ديك التلميذ في سيمانه بخطه ديال 7 ايام. علاش لا؟ ليتس تراي. 7 ايام ماشي وقت طويل بزاف، داكشي علاش خاص نركزوا ونكتسبوا شي حوايج اللي غادي يبينوا لنا الفرق في وقت قصير اولا بشكل تراكمي غادي نشوفوا نتائج. النهار الاول بغيتك تخدم على 4 ديال الحوايج: تقاد الوضعيه ديال ظهرك وكتاف وما تبقاش تمشي بحال هكا جاش كتبان ضعيف. ثاني حاجه ريحتك، بغيتك تدوش كل نهار ودير ديودورون وتكون شاري شي ريحه اللي فريش تبقى ديرها. ثالث حاجه وجهك، خاصك تغسلو كل نهار باش يكون نقي والبشره تكون هيلتي. رابعا اهم حاجه خاصك تدخل الترين. انا عارف ما غاديش تشوف نتائج في الجسم ديالك في 7 ايام، ولكن ثق بيا غتشوف واحد الفرق كبير في المورال ديالك وفي الجوده ديال النعاس ديالك. هادشي اللي غادي يرجع لك بشكل ايجابي وبنتائج اللي مزيانين. النهار الثاني غادي نخدموا على الدراسه وكيفاش تولي مجتهد. ما جايش نقول لك كتب الدروس اولا تبع مع الاستاذ، واخا هادشي راه مهم، ولكن احسن حاجه هي انك تلقى واحد الطريقه ديال المراجعه. وبالنسبه ليا احسن طريقه هي الاكتيف ريكول، وبزاف ديال التلاميذ اللي واعرين معتمدين على هاد الطريقه اللي سهله وكتعتمد على استرجاع المعلومات. يعني من بعد ما غادي تقرا الكور ديالك غادي تحاول تذكر ديك المعلومات بلا ما تشوف، وكتعاود هاد العمليه كتولي متمكن من الدرس. النهار الثالث بغيتك تقاد الستيل ديالك. غتمشي لبينترست حيتاش كيكونوا فيها الحطات مزيانين، غتقلب على ستيلات اللي عاجبينك سواء اولد ماني او اي حاجه. قلب تما غادي تلقى ستيلات وحطات زوينين فغادي تدخلهم عندك. من بعد غادي تحاول تلقى ديك القطع ديال ديك الحطات، وكنصحك يكون داكشي سامبل باش تلقاه والطاي تكون قدك لاصقه. ومني تجي تشري شي قطعه اولا حطه كامله فبغيتك تكون عاجبك 100%، تكون عاجبك ماشي شويه باش ما تجيش تلبسها سيمانه وتحطها بحال الاخرين. فانتبه دي شي حاجه اللي عاجبك ومقتنع بها، وهذا الشيء راه غادي يزيد لك الثقه ديالك في راسك. في النهار الرابع بغيتك تكري واحد الروتين اللي يكون متميز واللي غادي يميزك معاه وغادي يفيدك. فاي واحد متميز اولا بالخصوص التلاميذ كتلقى عنده واحد الروتين اللي غادي به، ماشي بحال التلاميذ الاخرين اللي غير مخربقين. فكتلقى كيناس مع 2:30 3 ديال الليل وكيفيق معطل اولا حتى الا فاق بكري فكيكون المورال ديالو طايح والصحه ديالو مهلوكه. داكشي علاش بغيتك تنعس بكري تفيق بكري. وصباحك خاص يكون فيه حوايج اللي غادي يخليك دوز نهارك بخير بحال الصلاه السبور ولبس حوايج مزيانين. الحاجه الثانيه اللي غادي تخدم عليها في هذا النهار الرابع هو تجمع بيتك وحوايجك. خاص تكون متميز في كل شيء ونقي. داكشي علاش قبل ما تخرج من الدار فجمع حوايجك وبيتك. وبالنسبه للروتين فحاول تصنع واحد الروتين خاص بك نتايا، ماشي ضروري انك تشوفه في يوتيوب ولا تشوفه من عندي. شوف انت اي روتين بغيتي اولا صنعه من الاول. النهار الخامس بغيتك تولي عندك واحد الهوايه اللي بغيتي، كره، بوكس، الرسم، ما كيهمش. علاش الهوايه بحال واحد البوله كتشعل في حياتك، كتخليك تعيش تجارب جداد، وهادشي غادي يولي يبينك مور اتراكتيف وتايق في راسك اكثر وعندك معلومات وتجارب في هذه الحياه هذه. وفي الراي ديالي اي واحد خاصو يكون عنده 3 ديال الهوايات: وحده الصحه سواء الجيم جرا او اللي كان، ثانيه للدماغ قرايه كتابه الرسم، ثالثه تكون ابداعيه ايديت ديزاين ولا شي حاجه بحال هكا. النهار السادس الا وصلتي لهنا فبغيت نقول لك واحد النقطه مهمه خاص ديرها يوميا، وهي تحديد الاهداف. بغيتك تشد ورقه وستيلو وتكتب ومن بعد تلوح الورقه وتنسى داكشي. بغيتك تبقى تحدد الاهداف وتخدم عليهم، تكون انسان وقته اللي عامر وعنده ما يدار في النهار ديالو. زائد بغيتك تقاد الماكله ديالك، ماشي غادي تقادها كليا اولا تسمع تقاد ماكلتك يعني غتبقى تحسب كلها صغيره وكبيره. لا، شوف غير نقسم الماكله ديال السنقه ومن الفاست فود وبدا تاكل الماكله ديال الدار وعارف شنو فيها وعارف بلي راها صحيه. زائد اصلا لاصال اللي بغيتي تمشي للمستوى اللي زوين فرا ضروري خاصك انك تكون كتقاد الماكله ديالك. النهار السابع فهاد النهار خاص تكون بديتي كتشوف نتائج ديال الايام اللي دازو. وهاد النهار بغيت نقول لك باللي الانضباط هو كلشي. هادشي كامل اللي قلنا في الايام اللي دازو ما غيكون عنده حتى شي معنى الا ما درتيهش يوميا. هاد الفيديو حاولت انني نبني لكم عادات اللي غادي تردكم متميزين، ولكن هاد العادات كيخدموا بواحد الشكل اللي تراكمي ماشي في نهار اولا يومين. تهلاو.